ماما نولا جاية النهاردة تحكي لكم حكاية. تعالوا نسمع لكم النهاردة بعنوان الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. نازلة الصبح بدري بجري على شغلي، لقيت 3 أطفال صغيرين تحت باب العمارة بس بيتخانقوا مع بعض. فمشيت شوية سمعت كلمة قطة، رحت لفة ورجع لهم. مالكم يا ولاد بتجيبوا سيرة قطة؟ في قطة عندكم عندها مشكلة؟ أنا ممكن أساعدكم. قالوا لي لأ، كل الحكاية إن واحد صاحبنا مصمم إن هو يشيل القطط الصغيرين اللي لسه مامتهم والداهم ويبعدهم عنها. فاحنا جينا النهاردة الصبح قلنا له اللي بتعمله ده غلط، لازم تسيب القطط الصغيرين جنب مامتهم لان هي بترضعهم وبتهتم بيهم. بس فزعل مننا وقال لنا ان هو مخاصمنا. رحت بصلهم وضحك، قلت لهم على فكرة انتوا صح مش غلط. وبصيت لصاحبهم وقلت له خد بالك، القطة لما بتيجي تبقى زي الأم بالظبط، هي أمثالنا، بتبقى خايفة عليهم وبتبقى خايفة جدا إن حد يقرب منهم. وما ينفعش نبعد قطط صغيرة عن أمهم قبل 2.5 شهور، لأن هي بترضعهم وبتهتم بيهم وبتنظفهم. اتفقنا؟ قال لي اتفقنا. وقال لي أنا والله ما كنت بشيلهم من جنبها علشان أزعلها، أنا كان نفسي أوي يتربوا في الشارع بتاعنا وكنت خايف عليهم لمامتهم الكبيرة تخربشهم. فبصت له وقلت له مامتهم دي أحن واحدة عليهم، ما تخافش إن هي تخربشهم، هي خايفة جدا في اللحظات دي على قططها. فبعد كده لو سمحتوا ما تتخانقوش مع بعض، ولو احتجتوا أي حاجة أنا موجودة، اتصلوا بيا وده رقم تليفوني. لقيتهم بيقولوا لي شكرا جدا يا طنط، اتفضلي دلوقتي على شغلك عشان شكل حضرتك مستعجلة. ابتسمت لهم ومشيت وأنا فرحانة قوي، وحسيت يعني ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. ما تخافوش لما يرتفع معدل العنف ضد الحيوان، لأن للحيوانات رب يحميها، ولأن الفطرة دايما هتثبت نفسها بينا كمصريين. بحبكم قد الدنيا.